طبعا يا مساء الجمال والسعادة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى فيديو قمر كده زيكم، فيديو مشتروات من النزهة او من شارع طه حسين زي ما بتسموه يعني، وكمان من كاندي ستور ده في التجمع الاول. هنشوف مع بعض واحدة واحدة اشترينا ايه. دي طبعا الليفة نينجا اللي طالعة جديدة، دي ليفة مواعين او بيسموها فوطة للمواعين. هي سيلفر كده بجد يعني، هجربها واقول لكم هي حلوة ولا لا، بس هنجربها مع بعض. هنا بس الهوك دوت او بديل المسمار، الباكت فيه تقريبا 10 قطع ب25 جنيه. ليفة المواعين ب15 جنيه. ازازة البرفان الصغنونة القمر دي اللي ممكن تحطيها في شنطتك بتتعبى، طبعا موجودة على السوشيال كلها وعلى اماكن كتير، وفي اماكن كتير بتجيبها. انا جبتها بقى من النزهة، بس بصراحة في محلات كتير انا مش فاكرة اسمائها، لان كل محل كنت بشتري منه حاجة. هي بتتفتح بالطريقة دي، في منها كذا لون، وبنعبي فيها البرفيوم اللي بتحبيه وبتحطيها في شنطتك، بتحطيها في جيبك كده يعني. دي ب20 جنيه او كده. في منها ب17، في منها ب25 لما مشيت، بس انا اشتريتها ب20 جنيه بس. الصفاية دي ب85. دي كنت محتاجة لليموناتة والعصاير والطماطم وكل الحاجات اللي بتتصفى اللي عندي اتبهدلت شوية، فقلت اجددها. العلب بقى القمر دي الكيوت العسل دي اللي هتنفعنا في اللانش بوكس ب35 جنيه التلاتة مع بعض. هنحط بقى فيهم ممكن بانكيك صغنن، ممكن فشار، ممكن فواكه، مانجا، مكعبات، حاجات كده تتحط فيها خضار. ممكن نحط فيها اي سناكس للاطفال في المدرسه او في التمرين او كده. دي بقى ازايز للصوصات الاتنين مع بعض، يعني سعرهم 20 جنيه بس. بجد كيوت قوي. ممكن احط فيهم الصوص بدل مثلا ما احط على البانكيك. عايزه تحطي فيهم كاتشب للبطاطس، يعني ينفعوا لحاجات كتير. جبتهم بصراحه قلت مش هيخسروا، ممكن احطهم للولاد يعني. هنا بقى القالب ده او البوت الشفافه ابو يد جلد ده، سعره 65 جنيه. انا عايزاكم تنزلوا وتلفوا، يعني انتوا لفوا في المحلات هتلاقوا حاجات زي اللي انا جايباها واحلى كمان. الاكواب دي بقى ممكن يتحط فيها طبعا ايس كوفي. العصاير بجد حجمها كبير وحلوة جدا. الاسعار بقى فيها متفاوتة، يعني في ب80 جنيه، في ب20، في ب40. هي ملهاش بصراحة سعر محدد، هي فرز يعني فرز معين. هي بقى انتوا يعني شوفوا الفرز، الكوباية لونها رايق كده ولا منغوشة شوية، انتوا بقى حسب اللي انتوا بتحبوه. المنشفة القمر دي سعرها تقريبا 45 جنيه. بحب برضو اغير منشفة المواعين، هي عبارة عن جلد كده، الماتيريال بتاعتها بجد تستاهل، يعني تستاهل كتير قوي، وفي برضو اشكال منها كتير، بس طبعا معرفتش اصور لكم في المحل الالوان منها. وسامحوني انا مش فاكره اسماء قوي المحلات، لان بجد يعني دخلت كذا محل مش فاكره خالص 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 اسماء. غير في اخر الفيديو كده هصور لكم كذا اسم كده، تقريبا البيت السعيد جبت منه لانش بوكس وازازه حلوين جدا. هنشوفهم مع بعض. لو وصلتوا بقى لحد هنا في الفيديو المشتريات القمر دوت، يا ريت بقى ما تبخلوش عليا بلايك قمر وكومنت قمر واشتراك في القناه لو مش مشتركه. انا جبت بقى للولاد اللانش بوكس اللي صورته معاكم في فيديو علي اشرف فايد، اللي هو اللي بتاع المكتبه وكده، اللي اشتريت منه لانش بوكس بيربل وبيبي بلو، او بلو اصلا مش بيبي بلو ولا حاجه. هنا بقى البنت الكبيره كانت عايزه لانش بوكس كده معلوش اي حاجه وسيمبل، ولونه يكون بيزك وهادي. ما لقيتش بصراحه احسن من كده. ده سعره 100 جنيه، ومعاه شوك والمعالق اللي انتوا شايفينها جوه العلبه. الازازه بقى القمر دي، انا عايزه اقول لكم ان الستانلس مش قادره اقول لكم صحي كتير عن البلاستيك، مهما كان البلاستيك بيغير وبيبقى ريحته مش حلوه، وكمان يعني مش صحي. دي بقى بتحفظ لي الميه، تفضل ساقعه فيها نفس درجه الحراره الميه اللي حطيتيها فيها، بتفضل ثابته بال12 ساعه. وفي ازايز كمان بتقعد لحد 24 ساعه، تفضل معاكي ساقعه لو بيحبوا الميه الساقعه. سعر الازازه من المحل البيت السعيد سعرها 150 جنيه. طبعا كل الحاجات دي عشان استخدمها بحطها في حوض طبعا يكون فاضي، مفهوش مواعين ولا دهون ولا اي حاجه. بغسل كل حاجه بحيث لما اجي استخدمها الصبح والولاد رايحين المدرسه تبقى جاهزه عندي، وعندي استعداد ان هي ناشفه طبعا ويكون متصفيه كويس، عشان احط بقى كاتشب، احط صوص، احط فواكه.
ما تبص معايا وتبقى فيها بقايا من المية. هاخد كل ده على الحوض اغسله. المفارش الفضي اللي شفتوها دلوقتي كان سعر الواحدة ب30 أو 35، حاجة زي كده، برضو مش فاكرة اسم المحل. نيجي هنا بقى لكاندي ستور. كاندي ستور ده بجد الولاد بيروحوا بينبهروا بيه على الديكور والقمر بتاعه. طبعا انا روحت التجمع الاول، الفرع التجمع الاول، في طبعا في مصر الجديدة، في المعادي، في مدينة نصر، كل دي فروعه، وده رقم التليفون لو حابين تستفسروا عن اي حاجة. خلصنا بقى النزهة ونيجي بقى هنا لكاندي ستور نشوف الحاجات اللي اشتريناها. هنا بقى النشا الذرة دي بجد يعني من النوعيات النظيفة قوي الحلوة. هي نوعية اسمها السنبولة. وهنا ده كورونا. النشا سعرها 25 جنيه. الكورونا مشروب كورونا طبعا الجميل بتاع زمان، بقى الشتاء قرب وبيحب المشاريب اللي زي كده، ب20 جنيه بس. هنا بقى الصوصات دي بصراحة أنا جبتها من عندهم 125. جالي مجلة بيت الجملة بعدها بكام يوم كده لقيتها ب100 بس. فلو لقيتوها في مكان هي ده الرينج بتاعها من 100 ل120 حاجة كده. أنا جبتها بقى من كان ستور 120 أو 125 تقريبا. 4 صوصات منوعين. من الكراميل طبعا اكتر حاجه الولاد بيحبوها في الايس كوفي والحاجات اللي زي كده، الكراميل، الصوص الفراوله، دارك شوكليت، الصوص الرابع بتاعهم تقريبا هو كراميل بالقرفه. ده طبعا ينفع للسينابون والحاجات الشبيهه لكده. نيجي بقى الاكياس الصغيره دي، عايزه اقول لكم ان الحاجات دي الصغنونه دي بتنفع قوي في اللانش بوكس والاولاد الصغيرين. يعني بلاش الباكت الكبير اللي بيقطموا منه قطمه ويسيبوه. فالحاجات الصغنونه دي بجد اللي هي كتاكيتو بقى والتيبو والحاجات اللي هي شبيهة كده. التيبو ميني الباكت مش عارفة هو كام قطعة بصراحة، ماركة شمعدان بتاعت زمان، الباكت كله ب20 جنيه. هينفع طبعا في الدراسة ان كل يوم الأولاد ياخدوا واحدة قطعة على قدهم. والكتاكيتو الميني ب35. سعر الباكت كامل ده بقى ب7 جنيه. ده أبو عوف عامل زي مقرمشات كده وحاجات، يعني اعتقد ان هي افضل من الشيبسي شويه. هي عليها توابل بسيطه كده زي المقرمشات. طبعا السحلب بقى القمر دوت جبته برضو استعدادا للشتاء. سعر العلبه دي انا مش عارفه بصراحه هي كام جرام، ما بصيتش عليها، من كاندي ستور، بس ريحتها بجد فتحتها شميتها خطيره، لسه مجربتهاش، هنبقى نجربها مع بعض. سعرها ب53 جنيه. صوص الكريز ده بقى وجماله ده العشق بالنسبه لي، انا مش عايزه اي حاجه من دول غير ده، بجد يعني خطير. لو بتدوروا عليه موجود هناك في كاندي ستور، بس هو بيبقى غالي شويه. انا جبت العلبه دي مش عارفه كام جرام، ب140 جنيه، بس بتقعد بقى فتره حلوه. بحطها على تشيز كيك، ممكن احطها على البان كيك، بجد خطيره. ممكن نعمل بقى بيها تورته، ممكن نعمل جاتوهات، الحاجات اللي زي كده نعملها مع بعض كتير الفتره اللي جايه. طبعا في بلو بيري، في ريد بيري، في حاجات كتير قوي، عندهم مجموعه صوصات خطيره. وتوابل الويلز دي طبعا من الحاجات اللي بحبها، قلت اجرب من بانيه منها. فريش كرانشي بجد يعني لسه مجربتوش، بس مجربه، ده حجم اكبر اكسترا. بس هو عندهم الاسعار اللي هي التوابل نفسها كيس مثلا عامل 15. توابل المحشي برضو عندهم حكاية بالسعر ب15. بس في اماكن برا كتير لقيتها وانا بشوف كده حاجات وبشتري حاجات لقيتها ب11 ب12 كده يعني. فهي منتج بصراحة محترم وكويس، بس في اماكن بتبيعه غالي شوية وفي اماكن بتبيعه رخيص. ده كده قهوة يعني هجربها معاكم برضو، كيس كده جبته قلت اجربه. المقرمشات دي برضو ممكن نفتح الكيس بتاع ابو عوف ده، بجد هو طعمه هايل، عندي الاولاد بيحبوه. ممكن نفتحه برضو عشان لو الكيس او الباكت عندهم كبير شوية، ممكن نعبي في علب صغيرة اللي هنغسلها دلوقتي في الحوض. عايزة بس اوريكم دي الازاز الصغنونة القمر دي، سعرها 65 جنيه. طبعا شهيرة بقالها فترة. ممكن الصوصات ممكن نحط فيها الشوت بتاع الكابتشينو او النسكافيه او الاسبريسو والحاجات دي واحنا بنعمل النسكافيه وكده. بجد خطيرة قوي، شكلها عجبني كيوت، مش قادرة اقول لكم في الحقيقة صغيرة قد ايه. ورق الكب كيك ده سعره 10 جنيه، الباكت فيه كتير جدا. برضو عجبني، جبت 2، واحد بس ب10 جنيه. الأكياس المناديل دي معرفش ب7 تقريبا. الصابونة ديور دي ب20 أو ب25. المعالق دي سعرها 20 جنيه تقريبا. كذا معلقة، 5 تقريبا مع بعض أو 6. هنا بقى كنت هتجنن على دول بصراحة، بس ما جبتهمش بصراحة المرة دي.
باسكت ومعاه علبة المناديل بتاعته، سعرهم حوالي 500 جنيه. هجيب لكم برضو اسم المحل، هو ده اسم المحل، تنزلوا له لتحت كده. بصراحة عنده حاجات وديكورات، وعنده ورد وحاجات كده خطيرة، وفي الوان كمان من الفضي، في جولد وفي اللون الخشبي. عندهم حاجات كيوت قوي وسجادات قمر. هنا برضو لون اسود، حبيت برضو اصوره لكم. الميزة بقى في النزهة ان طول ما انت ماشية محلات مش زي بعض، في حاجات متكررة وفي حاجات احلى واحلى. يعني انت بتلفي بتشوفي مفيش محل بعينه في كل حاجة زي بعض، لا، هو كل محل فيه يعني كوليكشن مختلف، وفي حاجات نفس الحاجات وبتتكرر تاني. وعندهم كمان جردل للمسيح اللي بتسألوني برضو عليه، موجود هناك في البيت السعيد. وعندهم برضو العلب الصغيرة دي، وباسكت بقى بأنواعه وأشكاله، ولانش بوكس برضو اشكال والوان منه كتير، ومساحة الازاز، وسكوتش اللي هي السمايل. عندهم حاجات بصراحة مبهرة، والحاجات كلها بتاعت شي ان موجودة هناك، والبخاخات اللي هي الفاضية اللي بتحبوا تشتروها، والمساحات اللي هي بتدعك الارضيات، واشكالها خطيرة ومميزة. هنا برضو الازازات اللي وردها لكم، دي اللي كنزي جابتها ستانلس في ستانلس اللي هي وراها، دي برضو عندي منها. هي دي بقول لكم ستانلس في ستانلس، بس ما عجبنيش ميكس الابيض مع السيلفر. بس المهم ان هي جواها ستانلس ستيل، واللانش بوكس ب100.